بيتسو موسيماني احسن من مانويل جوزيه. يورجن كلوب اكتر مدرب اوفر ريتد في تاريخ الكوره كلها. جافي احسن من بوسكيتس. دي اراء كرويه مثيره للجدل، شويه منهم فعلا مصدقين اللي بيقولوه ده رايهم الحقيقي، وشويه منهم بيحوروا وبيحاولوا يضحكوا علينا. والنهارده انا وعايدي وعلاوي هنقابل واحد فيهم ونحاول نكشف مين فيهم بيحور ومين فيهم فعلا مصدق اللي بيقوله، وفي اخر الفيديو هنشوف قدرنا نجيب كام واحد صح. النهارده التحدي هيتلعب بطريقه مختلفه، وعندي احساس ان هيكون اغرب اراء في الحلقه دي. النهارده انا جاي اتحدى عادي وغريب لاول مره، وهنشوف مين فينا هيكسب. انا جاي النهارده اشوف الرجاله بتحور ولا بتتكلم بجد، والاول مره غريب قرر على حظ انا ان هو يعمل مسابقه يشوف مين فينا اللي هيكسب، مين فينا اللي هيقفش الناس ومين لا، وطبعا اكيد انا اللي هخسر. يلا بينا نشوف. جاهزين يا جماعه؟ جاهزين حاسين هتسمعوا اراء غريبه جدا. ماشي. عامة يا جدعان دي أول مرة مش هنلعب كتيم، احنا هنلعب ضد بعض، يعني كل واحد فينا هيكون بيفوت لوحده اللي قدامه بيتكلم بجد ولا بيحور. في آخر حلقة هنشوف مين اللي كسب. يلا بينا. بناء على كده تفتكروا مين اللي هيكسب؟ المحنك اللي هناك ده عادي غريب صح؟ غريب كده. لا أنا مستحيل مستحيل كده هو احنا عارفين. انا عمري ما كسبت في حاجه، هكسب النهارده يعني. ماشي، تعالى تجيب هي في على أول الله يا مرة. عم. بطل مسكنه بقى. عمري ما كسبت. ايوه ماشي. انتوا كمان يا جماعة العبوا معانا، قولوا لنا هتجيبوا كام واحد صح، وقولوا لنا لو عجبكم الفورمات الجديد والطريقة الجديدة دي. يلا ندخل أول مشجع. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. اسمك؟ عمر عمر. عندك كام سنه؟ 28. تشجع مين؟ متجوز؟ اسمك مالك يا عم؟ ده ده مش هتعرف عليه اول؟ متجوز. ما مش عارف. ممكن بيفرق في اللي بيتجوز بيكذب اكتر مثلا. مش متجوز. انت هتدخلنا في حوارات كده. بتشجع مين؟ الزمالك. بتشجع الزمالك. اوكي. حد بره في اوروبا ولا الزمالك بس؟ لا الزمالك بشجع الزمالك بس. كلام محترم. قول لنا كابتن عمر، ايه رايك الغريب؟ ان بيتسو موسيماني احسن مدير فني في تاريخ الانديه المصريه. المصريه والافريقيه ولا المصريه بس؟ ممكن اتفق مصرية. معاك، بس يعني في كذا حاجه لازم تقولها الاول. لا يا عم تبغى كمان. يعني ممكن كده انا هقول البوينتس بتاعتي على ايه الراجل. انت اولا انا بتكلم عن الراجل فنيا، ده اولا ان طلع بيرفورمانس كويس قوي من لعيبه كتير، سواء هو في سان داونز او سواء هو في الاهلي. زي مين؟ زي في سان داونز طلع بيرسي تاو وده الدوري الانجليزي، طلع وهو في الاهلي من لعيبه البيرفورمانس بتاعهم دلوقتي مش احسن حاجه، بس انتوا شفتهم. مين تاني غير بيرسي تاو باشا؟ كلنا عارفين بيرسي تاو. قفشه لا مين تاني غير بيرسي تاو في سان داونز؟ لا انت قلت في هو صن بيرسي تاو هو بيرسي تاو بس. بيرسي تاو بس. يعني انت هو باني مش مطلوب كل منه ان هو تاريخه. يخلي ال 11 نجوم. ايوه صح مش مطلوب منه ان هو يطلع انا 11. فاهم. بس على الاقل هو بس انت طلع اللي من قلت تحت ايده النقطة. لعيب ووداه برايتون في البريمير ليج من جنوب افريقيا، وده ما بيحصلش. بس هو ما راحش من جنوب افريقيا. انا بتكلم اوكي ماليش ماشي. دعوه بالمحطات، انا ماشي، بتكلم الراجل ماشي. بدا اوكي، فين ماشي. وانتهى فين. على اساسي احسن من مانويل جوزيه. طيب هقول لك انا بالنسبه لي مانويل جوزيه كان متوفر له كل الامكانيات اللي تخلي المدرب ناجح، البيئه كلها ناجحه، بمعنى اداره مستقره، لعيبه انت عندك في كل طب أنا مكان 3 4 لعيبه هسألك هم حاجة التوب طيب. في مكانهم. الاهلي قبل 2004 قعد 4 مواسم ما بياخدش الدوري، صح ولا مش صح؟ جميل. طيب وايه بقى البيئه دي؟ فين البيئه دي؟ ما كان اللي قبليه ما كانوش ناجحين. اللي قبليه ما كانوش ناجحين لان الاهلي كان فيه مشاكل ودايما الاهلي في يبقى وقت في من مشاكل، الأوقات يبقى مش بيئة سنتين بقى. 3 الاهلي بيغير جلد، تلاقي الاهلي واقع سنتين 3 بيغير جلد، زي السنه بتاعت 2013 2014 او ما بعد 2013 محمد يوسف بدا الاهلي بيجيب صفقات مش احسن حاجه، الزمالك خد الدوري في سنه، الاهلي بيغير جلد ما بياخدش وقت كبير زي بقيه الانديه. طب بس هي يعني انت شو سؤال؟ طيب بتشوف جوارديولا مدرب عظيم ولا لا؟ طبعا جوارديولا مدرب طيب عظيم. بس جوارديولا ممكن تقول كان عنده جيل ذهبي وراح مانشستر سيتي بيصرفوا براحتهم، وراح بايرن فرقه راكبه الدوري، يعني بنفس المنطق هو بتاعك. مش بنفس المنطق، لان انت التنافس في البريمير ليج غير التنافس في الدوري المصري. برشلونه هو طيب. بقى ما عرفش يكسب برشلونة الدوري، Champions هو League. بقى عرفش يكسب الدوري المصري. برشلونه وبايرن. انا هرد عليك في نقطه الدوري المصري دي ليه؟ لانه الدوري المصري اصلا مش مقياس للتنافس لاي مدرب. عايز تحكم على الراجل ده ان هو من اعظم المدربين في تاريخ الانديه المصريه عشان هو خد افريقيا؟ ما في غيره خد افريقيا. في غيره خد افريقيا، بس انا عايز اقول لك فنيا او تكتيكيا الراجل ده كان بيلعب الفرق الكبيره في افريقيا ازاي، ماشي. وكان اداؤه معاهم عامل ازاي. في كاس العالم للانديه برضه. وفي كاس العالم برضو انت بتطلع في المحافل الدوليه بتلعب، انت رحت لعبت مونتيري بنص الفرقه وكسبت. ماشي. ما هو الهدف من وجود المدرب ان هو يكسب الفرقه بطوله. طبعا في مدربين غيره كسب، يعني مثلا كولر ما كسب الاهلي 2 افريقيا ورا بعض، واحده كمان من قلب كازابلانكا صح في المغرب، صح. وبعديها كسب. بس انا هقول لك على حاجه، انت في وقت ما كنت بتتفرج على ليه ما فايلر، قلتش كابتن حسام البدري؟ عشان ده الجيل اللي هو بيتكلم عليه ان هو الجيل بقى كله نجوم ومعاه تريكا ماشي، وبركات ماشي. وبتاع، فاحنا بنتكلم على الجيل اللي هو الحالي بجوده لعيبه اقل. بس انا قصدي يقولوا ان يعني ابو تريكه وبركات ما كانوش متوقعين يبقوا نجوم لهذه لا بس الدرجه انت الاولى جايب جوزيه يعني. بس انت جايبهم اصلا لعيبه جامده في ابو تريكه انت جايبه من الترسانه، ما انت كنت- عنده 25 سنه، مش ماشي جايب يعني يعني ما نجم. تتكلمش على ابو تريكه بس انت تعالى اتكلم على قدام، كان عندك 4 فراوده، احمد بلال وعماد متعب وفلافيو مثلا. ايه اللي موسيماني عمله جوزيه ما عملوش؟ ما تقعدش تقول لا, لي لا معلش جوزيه انت بتعلي، كولر ماشي. ما عملوش. يعني مش جوزيه خلاص كان معاه لعيبه، هقول لك على انت حاجة. قلت معاه لعيبه جامده انا
انا راجل انتمائي مش اهلاوي، حلو. فانا هقعد اتفرج بتشجيع. بعين انا المحايد. راجل بعيد عن راجل محايد، راجل بتفرج حلو. على كوره، لان ماشي. انا بتابع انت محايد ولا زملكاوي؟ لا انا زملكاوي. اوكي. لكن انا بتفرج على الماتش انا ماشي ماشي اوكي. بتفرج فرجه عادي ماشي. زي ما بتفرج على بقيه الدوريات. حلو. فانا راجل قاعد بتفرج على ماتش الاهلي وصن داونز. ماشي. انا قاعد بتفرج على ماتش الاهلي وصن داونز بعد ما الاهلي خسر مع لاسارتي مم. 5 في حلو. جنوب افريقيا. مم. انا بتفرج على موسيماني، مم. لا فريق متماسك دفاعيا، أنهي فريق ماتش؟ في نص الملعب. انهي ماتش؟ الماتش اللي هو بتاع 2-0 حلو. هنا في مصر، وماتش العوده عرف لا، عرف يدافع. عرف يلعبهم. يدافع. ما عرف يلعب، مش يدافع. لا ما مفيش حاجه اسمها يدافع ماشي. بس هو الكوره مش دفاع بس، هو ما دافعش طول ال 90 دقيقه. ده الراجل انهي كسبان ماتش؟ 2-0. انهي ماتش يا عم؟ اقسم بالله طول 90 دقيقه. لا مش طول 90 اقسم دقيقة. بالله. طب ما انت ازاي الجولين هتعمل؟ بتوع صلاح محسن الجون- وطاهر. ما ترجعش- اقسم ما ترجعش بالله ورا عيد. اقسم بالله ما اللي كورتين- اسمع مني والله. كورتين بس طول الماتش. الاجوان مش هتيجي لوحدها، و2-0 وعلى لا جت فكرة- لوحدها والله. لا اقسم بالله والله العظيم الجولين جم لوحدهم فعلا، ربنا كرمنا فيهم. هو طول ده الماتش الجول بيدافع بس. بتاع الارتو بتاعت في واحده صلاح بتلعب- محسن في اخر الماتش كده ربنا كرمه فيه ونيانجو وطاهر فردت قربت من عشان رابط ونيانجو دماغه بس. وحطها هو على فكره طاهر بس. جاب جول عشان كان رابط دماغه. انت بتلعب فريق منظم. حلو. مفيش حاجه اسمها فريق دفاعي فقط، انت ما بتلعبش طلائع الجيش، انت بتلعب ماشي. الاهلي. حلو. في حاجه اسمها فريق منظم، هو ما بيعرفش يكسب طلائع عارف الجيش. يقع. ماشي، ما انا سيبني اكمل في لك مدرب عشان يعني ايه اعظم ماشي. مدرب في تاريخ الانديه المصريه؟ عامة استنى طيب، بس طيب. لا ما تقيمش دلوقتي. يعني ايه اعظم مدرب في تاريخ ما تاخدنيش من البوينت كده. انا بحب موسيماني جدا، بس عشان هو اقول عليه ان هو اعظم مدرب في تاريخ الانديه المصريه، لا يعني انا عارف ان انت صح. حلفت، بس انا مش مصدق ان انت زملكاوي، والله وعلى كده طيب كده طيب والله زملكاوي. مش مقتنع. حافظ تاريخ الاهلي بزياده. لا انا مش عايزك حافظ تاريخ أنا- الزمالك أنا كده. لا متابع- هم الزملكاويه عامه بيحوزوا تاريخ اكتر من أكتر تاريخ من لا الزمالك. مفيش حاجه عشان اسمها كده، احنا انا متابع كوره محليه. يا عم لا والله ما اقصدش، انا اقصد ان الزملكاويه يعني من كتر ما في منافسه فحافظين تاريخ الاهلي. سلمت نفسك مالناش دعوه. لا يا قال لك عم. ما اقصدش، لا، امال لا. تقصد ايه؟ ماشي عامه. طيب طب احلف بالك ما بتحورش عشان خاطر نرفع ونقول. احلف. أي؟ انت توقع انت. لا احلف. ما بحورش. ماشي والله ما بحور. ده حلف. بس خلاص والله ما انت بحور. راجل محترم بيتكلم بجد. بص طالما انت حلفت، أبقى انا قلت له احلف وهو حلف، فانا خلاص يعني. مع ان والله في واحد جه وحلف كده قبل كده. طب ده ما صمش ولا بس احنا ما- كقناه ضد الموضوع ده، بس عامه اه انا هقول طالما حلف بيتكلم بجد، مع اني مش مقتنع والله. هو قبل ما يحلف انا كنت اعمل هعمل حاجه اعمل كدب كده. لو انت اعمل عامه كده. تسيبك من حوار الحلفان، لو انت مش مقتنع، اعمل انا مش كده. مقتنع عامه. مقتنع ان هو اصلا انا زملكاوي. اعتبر ان هو ما حلفش انت هتعمل. انا همشي ورا موضوع الحلفان ده اللي يحصل. لا هو انا من غير حلفان يعني هو بس يعني الراي غريب قوي يا عم. هو بص هو الراي فيه منطقيه يعني في سرده هو، لكن هو مم. غير منطقي بالنسبه لي يعني، بس هو يعني راجل حر في رايه طبعا يعني. ماشي شكرا. لا. ايه الاخبار؟ كله تمام. انت زملكاوي طبعا. ايه لا ده ولا ده. ارسنال وبرشلونه انت جيت حلقه مين بيشجع مين قبل كده؟ حصل. انا لسه اقول لك انا عارف. لا ثانيه واحده، لا بس معلش ثانيه مش فاكر بقى كنت هو بتحاور ولا انت لا. لا كده ولا كده؟ ما كنت بتعمل ايه في ماتش باتشوكا؟ كنت تلت شمال. ايوه بقى كنت بتعمل ايه بقى؟ ما انا يعني حاولت كنت جاي تساندنا؟ يعني انا هو عارف عامه انا شاكك انا ان عارف احنا هو خسرنا ليه. انا شاكك ان هو حوار محايد ده، انا شاكك ان هو بيخبي انتمائه عشان يرزعنا راي ابن لذيذ. لا انا لا؟ انا بص ارسنال وبرشلونه. ماشي طيب. عندك كام سنه طيب؟ يوسف عندي 25 سنه. 25 سنه. طيب خاطب؟ يا ابني ايه العلاقه؟ معلش يا بقى بتفرق. فاهم الصراحة. ايه رايك الغريب يا يوسف؟ ايرلينج هالاند احسن مهاجم في تاريخ الكره القدم. هو ما بيعرفش يلعب كوره. مهاجم رقم 9. طب انت بتحور على فكره. لا ده راي غشيم. احلف كده؟ ده راي غشيم قوي قوي قوي. طب انت رايك مبني على الارقام وكده والاحصائيات مش ولا على ارقام إيه؟ واحصائيات بس. ولا على الفرجه؟ لا انا دلوقتي واحد اهو، احنا عايشين من 2022 كلنا اتفرجنا على انت كوره. بتتفرج على كوره من امتى؟ انا من 2009. وانت قبل مركز في كمان الكوره يعني دوري لا مصر توعى يعني توعى على اوعى الكوره 2009. 2009 حلو. يعني شفت رونالدو يعني البرتغالي. رونالدو لا، لا مش قوي. ما شافش رونالدو الظاهره. شفت البرتغالي. لويس سواريز، شفت اوباميانج، شفت كين. لا شفت- سيبك اوميانج ايه انت اكيد انت في أوباميانج اوباميانج مش حط له يا عارف. معلم. شفت لا، سواريز بس دورتموند. سواريز لاتن طب انا هسألك حاجه. بنزيما. هالاند مش بيفكرك بابراهيموفيتش كطريقه لعب؟ يعني هو قريب منه جدا. يعني شفت مسيره كامله لابراهيموفيتش وشايف ان هالاند في الكام سنه دول خلاص عداه احسن منه؟ انا حتى مش هقول لك في احسن من ابراهيموفيتش كتير، بس انا بكلمك هالاند ازاي في السن ده انت مقتنع انك شفت كفايه تعدي مسيره ناس عملوا مسيره يعني عشرات السنين مثلا؟ ماشي. زي كرة القدم ما بتتقاس مثلا كريتيريا واحدة، وده اكبر دليل البالون دور. زي ما قال عادي ممكن الارقام لو عايز تحكم بيها، لو عايز ماشي طريقة اللعب. عادي. معلش واحد انا هضربك. واحد انا مش اسف بعض كده. انا اسف. لا عادي عادي علي وعادي. زي ما قال الارقام خاف يقول المره دي. ما في اتنين عين برضه فالموضوع بيلخبط يعني. هو بيلخبط بصراحه. الارقام طريقة اللعب الاستمرارية. وعلى فكره هو ابراهيموفيتش عنده موهبه في الكوره اكتر من هالاند.
يعني كحرفنه وكموهبه في بس الكوره. أنا- ماشي ابراهيم سعيد عنده موهبه احسن من ماشي، فان ماشي، دايك واحسن ماشي. من كل الناس انا دي. بس بتكلم في حته ابراهيموفيتش دي، يعني هو حتى هالاند عباره عن واحد مهاجم سفاح، الكره بتجيله قدام الجول بيحطها جول. بس انت عشان تقول مثلا بروفايل مهاجم لعيب كوره احسن مهاجم في التاريخ، انا مثلا انا شايف سواريز كامكانيات فيرود اعلى من هالاند. انا الارقام مش كل حاجه بالنسبه لي، انت ممكن تكون ماشي. بتقيم بارقام طبعا يعني هل براحتك. هالاند يعرف يعمل الموسمين اللي عملهم سواريز مع ليفربول قبل ما يمشي؟ ايوه اكبر يشيل دليل، فرقة لوحده؟ اكبر دليل دورتموند. بص الارقام اللي كان بيعملها مع دورتموند، وراح لما راح مع مدرب جديد مع تجربه جديده مع دوري اصعب بكتير، راح عمل ايه؟ خلى الدوري هل أنا معاك. هالاند يشيل فرقه؟ يعني عادي، ما هو شال دورتموند لا، هو بس بس شالهم ليه؟ شال دول انا لازم يكون في حد يعني لعيبه بتخدم عليه يحط له الكرة قدام الجول عشان هو يجيب. لكن مثلا انا بقول لك رونالدو الظاهره مثلا، يعني وانا اصلا ما ينفعش اقول رونالدو الظاهره وهالاند في جمله واحده، دي حقيقة. بس هو ممكن لوحده يشيل الفرقه يروح يجيب بيها جول. سواريز مثلا في وقت من الاوقات كان بيعمل كده. بنزيما في وقت من الاوقات بنزيما برضه كان بيشيل ريال مدريد. انا بالنسبه لي عشان اقول مهاجم متكامل، وجهه نظري انا ان هو يكون بيعرف يعمل كل حاجه في الكوره، يعني مع التسجيل اهداف يكون بيعمل كل حاجه في الكوره. هالاند مكنه، بس انا يعني انا بص انا هقول لك حاجه، انا ممكن اقتنع ان لو هالاند يعني في نهايه مسيرته ممكن يعني انا شايف ان هو دلوقتي بس يعني شايف ان هو برضه يعني عمل حاجات برضه في الكام سنه دول. لا هو مهما عمل بصراحه غريب بالنسبه لي، يعني هو مستحيل. هيفضل لعيب مكنه اهداف، لكن عمره ما صنفه ان هو بص، اعظم مهاجم في التاريخ. هو مؤخرا بس هو- اتحسن بالكوره شويه. بس هقول لك حاجه، يرقص. لا. طيب انا معلش يعني ما انا عارف، بس هو- هو بيتكلم كمهاجم هو بس يعني حط له الكره في مساحه، او حط يعني هو يروح على الجول يحطها، لكن هو يتصرف مثلا قدامه واحد او قدامه اثنين في مساحه ضيقه مش هيعرف يتصرف. طب معاك، استنى معاك. اسالك سؤال. سألني. طب رونالدو البرتغالي ولا هالاند؟ كريستيانو رونالدو اه ماشي كمهاجم. اول مره اسمع أو رونالدو انت البرتغالي. انت بتصنفه جناح. يعني شويه يعني واخد البيك بتاع لا، بس رونالدو. هو لعب بس هو دلوقتي مهاجم. بقاله كذا سنه بيلعب أنت مهاجم. بتتكلم على فورمه أفضل- رونالدو أفضل- في النصر ولا ماشي يا ابني انت بتتكلم على لاعب الجناح اللي بينزل تحت وممكن مهاجم، لان انت فتره كبيره انا كنت جنب بنزيما لحد لما راح يوفنتوس، فهو مش مهاجم ده اللي بيصنفه. انا بتكلم عن رونالدو ظاهره، هاري كين، رونالدو الظاهره. طب بالله عليك شيل رونالدو الظاهره من الموضوع، يعني لا، قول هاري هو كين، عادي، قول ليفا. هو ايجابي يكون احسن من رونالدو الظاهره بجد. يعني بص هقول لك حاجه، ممكن تتكلم كتهديف، لا، يعني دي الحاجه الوحيده اللي هو ممكن تديها الكوره زمان ما كانتش انا كلها معاك، جوال. انا معاك انا معاك. بص ما تقارنش الجيلين ببعض. الكوره زمان ما كانتش صح. ان احنا كلنا عايزين نحط جوال، اللعيبه كانت بتمتع نفسها. انت جيت شفت قلت حسام لي- حسن هو مره صاحبي بيقول له متع نفسك، هو والله العظيم فعلا اللعيبه كانت بتمتع نفسها. ماشي، امتى رونالدو الظاهره ماشي هو افضل؟ لا، شال إنما فرقة. امتى شال فرقه؟ شال- لوحده؟ انت اتفرجت على كاس العالم 2002؟ طب دي بلاش حقيقة. طب طب بلاش اتفرجت على رونالدو مع انتر؟ ايه جيل كاس العالم 2002؟ بس بالرغم من قول كده خلاص ثانيه واحده. ماشي لا انا بكلمك بقى في الحته اللي قدام. الحته اللي قدام رونالدينيو. رونالدو لا لا، رونالدينيو كان لسه لا، في بس بدايه دي حقيقه. وبعدين رونالدو 2002. كان بداية شارخ، رونالدو طب- كان شارخ. طب- رونالدو حتى مع الانتر قبل الاصابه، شوف جت وعارف إصابة. عنده كام ايوه، سنة. ما هي الاصابات دي ما عندنا حاجات كتير. طب بس معلش انا اسف، ولا بس هاري اخر حاجه والله. هالاند كده اقول لك حاجه، هالاند كده ما كده. تحطش رونالدو معاه بالله عليك بس يعني ولا قول براحتك بقى سواريز وبتاع، عشان الجيل اللي قبليه ده انا يعني متحيز ليه جدا، فما تحطش رونالدو رونالدو الظاهرة الظاهره كان اصغر لعيب ياخد البالون دور وما زال اصغر لعيب ياخد البالون دور في التاريخ. تايم بس هو بيدافع فشخ، بيدافع عن الراي. معاه. هو عشان بيتكلم عن مهاجم فلازم يدافع. حبيبي انا هو ما يمشي. طب بص مش لي عارف. في عيني 5 ثواني يا جدع، ما تهزرش بجد مش انا عارف. سمعتك ان الاهلي ان انا اهلاوي 90 دقيقه. لا مش عارف والله. مش ممكن عارف. ابدا انا المره دي بس ابدا بقى. تمام ممكن ارفع عادي يعني. انت جاهز يعني؟ انا جاهز. ماشي ارفع انت الاول. كذاب. عامة بص انا مش قصدي حاجه. كده اعمل عكسنا بقى لا عشان تكسب انت، اسمع لا مني لا بس. لا انا مش قصدي حاجه، ما تاخدهاش بطريقه وحشه يعني. حاسك كذاب شاطر قوي يا عم والله العظيم. ده نفس احساس ان انت بتعرف تدافع عن وجهة يعني نظرك. انا مقتنع قوي ان هو بيتكلم بجد، بس في حاجه عايز يضحك بس مش قادر. حاسس ممكن تضحك دلوقتي بس كده شكرا. هقول كذاب برضه، مع اني والله في يعني مش عارف أقتنع. هيطلع صادق في هيطلع صادق، بس انا هقول كذاب برضه. الآخر. شكرا يا يوسف. ايه الاخبار؟ اسمك ايه؟ زي الفل، انتوا الدنيا. كله حلو والله. فوزي 23 سنه، شجع مين يا فوزي؟ برشلونه ولا الاهلي؟ برشلونه أجدع والاهلي؟ ايه رايك الجميل يا فوزي؟ يورجن كلوب اكتر مدرب اوفر ريتد في تاريخ الكوره كلها. لا ما تهزرش. طب اوفر ريتد بمعنى ايه؟ ان هو ميح؟ لا مش لدرجه ميح، بس ان هو أمال. اوفر ريتد. ما قارنش ببيب، بفليك، لويس انريكي، مورينيو، الناس دي، انا فيرجسون. بص هقول لك حاجه، انا كنت ممكن اصدقك لحد ما انت بتقول ما يتقارنش بفليك ولويس انريكي. انا مش بقلل من ولا فليك ولا لويس لا إنريكي. وبيب هو اعظم منافس لبيب تقريبا. ماشي، بس لا بيب في مورينيو حته أحسن ثانيه، من بس واحد انا بيب. بس انا عندي سؤال. طيب ايه اللي لويس انريكي عمله
كلوب ما عملوش. لويس انريكي واخد 2 شامبيونز ليج مع فرقتين ماشي. مختلفتين، ماشي. وفي فرقه هو يعني كلوب بنى ليفربول متفق فيه. لويس انريكي كان بيدرب برشلونه اللي فيها MSN متفق تمام. فيه. وبيدرب PSG دلوقتي اللي بتصرف ارقام يعني قد اللي ليفربول الدكه بيصرفه. عندهم راموس ب 90 مليون عادي. ماشي دكه، بس شوف دكه باريس، انت عارف اقول لك حاجه، اكتر فرقه صرفت فلوس في اوروبا كلها في الصيف اللي انريكي راح فيه كانت PSG، مش الصيف اللي ايوه فات الصيف اللي قبل ما ياخدوا حاجه، صيف 24 فاهم اللي هو فيها كولو ماني ب 90 مليون وبعد أيوة. كده راحوا رامينه صرفوا مش فاكر بس كانوا جايبين حاجه زي وجابوا راموس فوق ال 10 لعيبه. ايوه جابوا لا راموس صرفوا برضه. كتير. جابوا لعيبه كتير قوي. كلوب عامه كل الفرق اللي هو دربها سواء كانت ماينز دورتموند ليفربول مفيش فرقه فيهم اولا ولا هي من اقوى فرق الدوري بتاعها ولا فرقه فيهم بتصرف بالارقام اللي انديه زي PSG وبرشلونه بيصرفوهم او برشلونه زمان يعني بيصرفوهم. فانا شايف انها ظالمه شويه انك تقول ان انريكي اقوى منه عشان خد 2 شامبيونز ليج، مع ان انريكي درب برشلونه وPSG وده درب دورتموند وليفربول بقت ليفربول اللي انت عارفها دلوقتي بسببه. متفق فيها، بس انت بص نجاح مع ليفربول، واخد كام بطوله مع ليفربول؟ 8 بطولات. انت بتشجع بالارقام والاحصائيات ولا باللي انت بتشوفه؟ انا بشجع بالاثنين، بس انا شايف الناتج النهائي. يعني مثلا اقول لك على حاجه، انت علاوي بتشجع مدريد، شايف انشيلوتي نجح مع مدريد ولا لا؟ ناجح بس طبعا. بس في اقدر اقول انه نجح في اوقات بالتوفيق او في حظ يعني. في حظ، بس كلوب كانش معاه حظ، بس في وقت بسبب ان هو عنده وان هو كان يعني مثلا واحد زي هندرسون، ليه قاعد واحد زي هندرسون 10 سنين في الفرقه؟ كان كويس. كان ليه دور في الفرقه. كان ليه دور، بس بس طاهر قاعد في الاهلي بقاله كتير اهو عادي يعني. طاهر قاعد في الاهلي بقاله كتير عادي يعني. يعني هو لو كان اخذ الدوريين بتوع ضد جوارديولا الفرق النقطه، ولو كان اخذ الابطال اللي خسرها كذا مره سواء مع دورتموند او ليفربول، رايك هيتغير؟ ما يخش هغيره برضه، كان هو ثابت. يعني لو كان خد 4 تشامبيونز ليج بكل الفاينلز اللي خسرها وخد 4 دوري مثلا دوري انجليزي او 3 دوري برضه كنت هتشوف ان هو مش مدرب منفوخ. لا بص، طبعا مستحيل. كنت لا هو هتغير في رايك. حاجات كتير يعني. انت اصلا باني الراي على البطولات. لا مش بطولات، انا حاسسك باني على لا مش البطولات. على البطولات بس. معلش انا عندي سؤال، ليفاندوسكي ولا هالاند؟ لا ليفاندوسكي طبعا. سامع هو راح فين؟ ماشي كمل. هيرن. برضه هقول لك حاجه، الشامبيونز ليج 19 هو كانش فرقه انبيتن، اي فرقه تاخد شامبيونز ليج بتبقى انبيتن، ركزوا فيها. لا مش كان لا، هيطلع لا، من لا. المجموعات، ده اتاهل بسبب في المجموعات مش عن فرق جون. مدريد تخيل كان هيبقى مدريد دوري ياما أوروبي تاهلت عادي. لا يا عم مش طب مش نطلع حقيقة. تاني وعادي. وغسل دي وبلع حقيقة. 3 من بس برشلونه. الراجل كسب برشلونه عمل عليها ريمونتادا ماشي، بعد ما كان خسران. هو خسر نقط في الذهاب 3-0، بس هو الماتش ال 4-0 كان كميه حظ. انت شايل منه بسبب الحوار ده يعني؟ هل انت الراي ده كله مبني على ماتش لو الاربعه انت شايل منه قول يعني. لا كوره خرج من تير الشيجن وشويه هبل محظوظ بيهم، وارنولد يهوش اللعيبه في انت شايل الكورنر. منه هو شايل منه هو شايل منه طب بعيدا جامد. عن الارقام واسلوب لعبه اللي هو بيطبقه اسلوب في لعب الملعب ضغط عالي، اسلوب اللعب دلوقتي كلوب لو لعب بيه تاني في الدوري عمره ما هينجح تاني. مش شايف ان هو دلوقتي. ايوه دلوقتي لما خد الدوري كان الفرق مثلا ما كانش كلها اقوياء، مثلا استون فيلا، نورتجهام فورست، الفرق دي دلوقتي فرقه تقيله في الدوري الانجليزي. يعني شايف ان ارني سلوت ليفربول مع ارني سلوت احسن من كلوب؟ اوعى تقول السنه اللي فاتت كان السنه اللي فاتت، السنه دي لا. انت شايف كلوب كام على العالم؟ انت بتقول منفوخ منفوخ عشان الناس بتحطه توب 5 بس هو قارن ببيب انت بس. اتفرجت على الكوره من امتى؟ من سنه كام؟ 2013. حلو، من 2013 لحد النهارده 2026 اهو، انت شايفه مثلا ترتيبه كام في المدربين؟ ساك في التاريخ مش ماشي انت اتفرجت عليهم؟ بره التوب 10. مستحيل. طب عد لي 10. قول لي 10 مدربين احسن منه. جوارديولا، ماشي مورينيو، ايوه لويس انريكي، ماشي فيليك، ماشي وناي امري. ماشي. لا ده خليك لا يا عم لا ده خليك يكمل خليك يكمل. لا عمره ما خسر النهائي. ماشي قول بقى لا يا عم عمره ما دي خسر النهائي. دي احصائيه عشان ما بيوصلش نهائي. ماشي، مش وبيسمع بيوصل يوروبا ليج. طب خليك مدرب كمل علوم. بالله. كمل 5 كمل. كمان. مين الخمسه التانيين كمان؟ يعني دلوقتي مش محضره في دماغي. لا في أنا مثلا فاهم، بس أنت موسيماني كولر و انا لك أنا. موسيماني احط، لازم موسيماني يتحط. يا باشا موسيماني باشا قد الدنيا كده موسيماني كده لازم يتحط. ده يا باشا لا، كده مين كده. والله بجد مين غير اوناي امري طيب؟ شايف هاينكس كده مثلا، عدد يعني 5 هاينكس. مثلا. يوب هاينكس مثلا في انا ممكن يوب شوف هاينكس هاينكس، ما مفهوم بس. شفتوش. يعني يعني في ارحم من امري قصدي فيها مثلا كونتي كونتي مثلا، هحط كونتي مثلا. أليجري. حسام حسن سيميوني. يا راجل سيميوني. سيميوني حاجه برضه. الاثنين سيميوني. سيميوني الاثنين الاثنين والاثنين انزاجي. ثواني احنا كده متفقين سيميوني اتلتيكو مدريد كسبان كام بطوله؟ مش واخد كتير، بس انت بتلعب برشلونه والريال. طب انت مش مستعمل نفس المنطق بيلعب ده. لعبه بالكوره، بيلعب توب. طب بقول لك انا مستعد اضحي ببيت الشايب والله العظيم. انا الراجل ده يا جماعه كده والله اقول لك حاجه، انا كنت اقول بيتكلم بجد، بس انا مستحيل اصدق ان انت شايف اوناي امري والاثنين انزاجي احسن من كلوب بصراحه يعني. لا حتى لويس انريكي ما كنتش متقبلها قوي. بس هقول لك على حاجه، كلوب برضو مدرب عنيد. طب بص اللي يجيب لي واحد زي كباك، الناس دي كلها. لا هو كان عايز حد بس يعمل هشتري. في تركيا عادي يعني. عامة هي وجهة نظرك هو لو رايك تحترم. الحقيقي بس انت اول ما قلت يعني الشله الخمسه اللي هم اللي بعد الخمسه دول
يعني ما عدتش مش فاكر حد. يعني اتمنى تكون بتكذب. لا انا هقول كذاب برضه. ماشي. كنت مقتنع في الاول والله. ماشي يا فوز. يلا سلام. بندق ريدوندو. بندق بندق. بندق. ايه اللي وداك بعيد قوي؟ ايه اللي وداك هناك؟ زملكاوي؟ لا لا اهلاوي. بتشجع مين يا بندق؟ بشجع انا كتبته ريدوندو. أهلي معرفش ليفربول. ليه. سمعت بشجع الاهلي وليفربول. الاهلي وليفربول. طيب قول لنا ايه رايك الغريب؟ الراي بتاعي ان اليو ديانج احسن 6 في تاريخ النادي الاهلي. حلو. يعني احسن ارتكاز. عادي ماشي. اتفضل. لا ماشي لا قول لنا اسبابك يعني، بس احب اعرف اسبابك. اسباب ان اليو ديانج من ساعه ما جه الاهلي في 2019 هو طول ما هو بيلعب هو احسن اداء بدني على طول. جسمانيا مفيش لاعب في الدوري يعرف ينافسه. برضو لا من ساعه ما جه لعب حوالي 200 ماتش. طول الماتشات دي هو نسيت اللي انت حافظه. ها اليو ديانج لعب حوالي 200 ماتش. بس سيبك من اللي انت حافظه، كلمني في اللي انت شايفه. ماشي في اللي انا شايفه زي ما قلت لك اليو ديانج لعيب كارتكاز، هو لعيب متكامل اكتر من مش شايف ان هو 17 كورته مش احسن حاجه يعني ان احنا نقول عليه؟ هو كورته يعني للعين مش احسن حاجه، بس هو كورته دايركت يعني هو كارتكاز هو مش مطالب منه ان هو لا يساهم في في اللعب. الكوره دلوقتي لا مطالب طبعا. لا بتكلم في عموما يعني مثلا نقطه زي المقارنه الصريحه هتبقى حسام عاشور. لو انا بتكلم في الاهلي، حسام عاشور كده كده بيقطع كوره على طول، واللي هو بيلعب ماتشات كبيره جدا اللي هو بيخلي شيكابالا ما يجيش يعني. بس هو يعني انت كمسيره شايف اليو ديانج مسيرته احسن من حسام عاشور؟ كلاعب؟ كمسيره لا بتكلم ككواليتي لعيب. كمسيره طبعا حسام عاشور يعني بينافس ميسي بتتكلم كجوده يعني. بتكلم كجوده لعيب كجوده بيقول لك حسام ارتكاز. عاشور ينافس ميسي كمسيره. لا هو كعدد بطولات كارقام يعني. لا كمان كبطولات نادي كبطولات، بس مش كمسيره. لا هو يعني طبعاً، راجل يعني قصدي كعدد ارقام. ماشي. هو بس اللي حافظه دخل في بعضه فما ايوه اليو ديانج من ساعه ما جه الاهلي هو بيلعب على طول ثابت بغض النظر عن ان هو طلع سنه اعاره عشان قناعه. انت شايفه احسن محترف ولا احسن 6 في تاريخ الاهلي؟ احسن 6 في تاريخ النادي انت الاهلي. عندك كام سنه؟ عندي 22 سنه. انت لحقت محمد شوقي؟ لا ماشي. شفت حسام عاشور وشفت ماشي. اليو ديانج يعني. بس ايا كان هو انت اكيد لو هتشوف حسام عاشور وديانج ما انت طبيعي هتشوف يعني شايف ديانج احسن من حمدي فتحي؟ كجوده اشمل يعني. اشمل من حمدي فتحي؟ اشمل من حمدي فتحي. اشمل من مروان عطيه؟ بس حمدي بس مروان عطيه مش 6 قوي يعني. مروان عطيه لا بيلعب دلوقتي 6 بس بيلعب إزاي؟ حاليا ستة، 6 بس اللي هو يعني على الخمس سنين. طب هو ديانج حاليا بيلعب 8 ما بيلعبش 6. لا بس بيلعب يعني هو معروف ان هو دفاعيا اكتر. هو بيزيد عشان هو زي ما قلت لا ديانج من موسم 23 مع كولر وهو بيلعب 8 ما بيلعبش 6. هو ديانج لو اللي يعني- ظهر ديانج قوي فتره موسيماني اللي هو كان بيلعب فيها 6. طب ثانيه، انت بتقول اشمل من حمدي فتحي ومن مروان أشمل، عطيه؟ اشمل في ايه اللي هو بيعمله وهو ما بيعملوش؟ لا يعني ما قلتش مروان عطيه، هو اشمل ماشي. من فتحي حاليا ماشي. عشان يعني هو مروان عطيه جاي متاخر شويه يعني. ماشي. حمدي اسمه ايه ديانج مم. يعني بيعرف يزيد ليه مساهمات كارتكاز يعني. مساهمات تهديفيه؟ لا هو جايب في الصناعة؟ هو جايب 7 اجوال سيبك من انت حافظه انا مش بالله عليك ما تقوليش ارقام، مش هقول خليك لك في اللي انت يعني مقتنع بيه. اللي بقول لك عليه ان مثلا ديانج ممكن يكسبك ماتش زي ماتش بيراميدز مثلا يعني. نزل عمل جول واسيست. يا ابن الذين ده انت حافظ ايه ده؟ شوف ده مصادر بيرد عليهم بجري يقول لي شايف يعني هو ممكن يكسبك ماتش يعني. انا هي دي ده جون تخبيط. بس يعني بيحاول فيه. لا بس دي مش حاجه مميزه عند اللاعب ان احسبها له لما لعيب أيوة. جايب 7 بس هو كارتكاز هو 7 يعني مع كمان احترامي لحسام عاشور بس هو قاعد 17 سنه جاب 3 اجوال كده ده مش سيبك من الاجوال، مطلوب سيبك منه من يجيب الأجوال. اجوان خالص. مش سيبك من مكان. الأجوال. قلت برضه كستة فاهم، فمش مطلوب منه طب يجيب مثلا عادي. كستة سيد معوض في تاريخه كله جايب جول هقول ان هو لا بس ده باك شمال يعني. طيب ما هو نفس إيه؟ المنطق. حاجه صعبه شمال ازاي يجيب جول فعلا. ده بالعكس الاوقع باك شمال يجيب جول عن 6. هل هو لعيب لما بيستلم الكوره مثلا هو رقم 6 بيعرف يحافظ على كورته ما بيغلطش؟ لا بس هو طول منه. حلو، ماشي يبقى انت حاجتين هو مش عنده. ماشي. هل هو بيلعب بدماغه مثلا؟ هتقولي مش مطلوب منه يلعب بدماغه. حلو، يبقى هو هنا اذا مش شامل. الشامل ده اللي هو ايه؟ يكون بيزيد وبيشوط، بيعرف يستلم تحت ضغط والكوره ما بتطلعش منه. هنا اقول اللعيب هنا شامل. يعني مثلا محمد شوقي كان بيشوط، بيستلم الكوره في مناطق مؤثره وبيقدر ان هو يعني كده. فانا بشوف عامه يعني وجهات نظر، بس عشان شامل دي غريبه قوي بالنسبه لي يعني. دي حقيقه. هو طيب عامه انت قلت شامل وبعدين ما ذكرتش غير جسمانيا وبدنيا، فهي دي برضو اللي حسيتها. ما هو بس هو معاه حق يعني، هو جسمانيا اقوى من حسام عاشور. اكيد لا بدنيا اقوى من كل الناس اللي جت. بيزيد قال بيزيد وهو مش بيزيد يعني. بس عامه كده كده طيب. طيب يلا بينا. كده كده طيب. هو عامه لو ما طلعش كداب انا هقوم امشي. طبعا هنعرف في الاخر، بس لو ما طلعش كداب انا هقوم امشي. انا مش عاجبني ان احنا عاملين نفوت زي بعض.
بس هو لا بس هي واضحه. هو انا حاسه كان يعني مش قصدي حاجه. خلاص خد انت المختلف. لا مش هاخد المختلف اخسر. هيبقى طب بقول لكم ايه، انتوا الاثنين حطيتوا كداب. اه، يلا يا باشا حط. يلا انا هضحي. ماشي ضحي. انا وثقت فيك، اوعى تخيب املي. دي حد بيسجل ولا ما؟ طب انا عملت كده. ايه اخبار؟ عمر، اسمي عمر. عندي 21 سنة. بتشجع مين يا عمر؟ في كليه ايه يا عمر؟ هندسة، يا جامعه ايه؟ كهرباء، هندسة كهرباء، MTI. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ بتشجع مين في أهلاوي اوروبا؟ وريال مدريد. حلو. اهلاوي ده علاوي يعني. زي اوكي. يعني. قول يا عمر ايه رايك الغريب؟ ايه رايك؟ سيرجيو بوسكيتس أكتر لعيب أوفر ريتد في التاريخ. اضرب. لا حرام. اسبابك يا ريس، اسبابك. احنا كنا لسه بنقول مفيش راي مجنون جه لحد دلوقتي قوي. اسبابك. ده اغرب راي في الحلقه. سيرجيو بوسكيتس إيه أعظم الإنجازات اللي هو عملها؟ لا كتير يعني. جاب كأس العالم، واخد 3 تشامبيونز ليج. كان بيلعب مع مين في المنتخب؟ جيل ذهبي. أحسن جيل لأسبانيا، أحسن جيل لبرشلونة، عاصر إنيستا. هسألك تشافي. سؤال. طب معلش، نفس المنطق ده ممكن تستخدمه ضد ميسي مثلا. وفي ناس بتقعد تقول لك ميسي تشافي وانيستا اللي عملوا له كارير يعني المنطق ده عمري ما اقتنعت. في ناس تقول كده فعلا. في ناس بتقول كده فعلا. ميسي علاوي عمل حاجه ده- من ده غير علاوي تشافي. يا ابني لا. لا عامه ده بيعشق. انا هلبس في اي حوار. انا مش شايف ان نقطه ان هو بيطلع بالكوره كويس دي ممكن تخلي ان الفانز بتوع برشلونه يصنفوه ان هو اسطوره. يعني هو في المساهمات مش احسن حاجه، في لعيبه كتير جدا جدا. مساهمات كايه؟ آه، كاسيستات يعني او وجوان. او بس ما هو نفس حاجه مع كروس ومودريتش وتشافي الى حد ما يعني. كروس مساهماته 4 اضعاف. ماشي بس ده مركز- ده مركز. بيلعب ده متقدم مركز- ده عنه. مركز. بس انا بتكلم قصدي كازيميرو مساهماته 3 اضعاف. لا ثواني، ماشي، لا كازيميرو لا بيقضيها. استنى، معلش انت شايف كازيميرو اعلى من بوسكيتس؟ اه ده اصلا لا بتهزر. احلف كده. ماشي. كايه كمسيره ولا كجوده؟ مستحيل كجوده تبقى شيء يعني. انا فاهم ان كازيميرو ديستروير عامه جامد قوي يعني هو عنده حته هو جامد قوي فيها بعيدا عن ان هو بيتصفى عليه يعني. بس هو اكيد مش اعظم كلعيب وكجوده انت هتصنف بوسكيتس ان هو اسطوره على حسب ايه؟ على على حسب امكانياته كلاعب. سيبك من المسيره. لا ومسيرة. هو ما حدش قال ان هو اسطوره، وانت بتقول ان هو اوفر ريتد. هو اضاف ايه للمنتخب او الفرقه اللي هو لعب فيها؟ ان اللي حواليه كلهم بيهاجموا وهو الوحيد اللي بيدافع. يعني عندي سؤال. انت شايف ان برشلونه كانوا هيعملوا اللي هم عملوه ده من 2009 لحد مثلا 2015 في غياب بوسكيتس؟ طبعا. يعني انت دلوقتي عندك الفرقه كلها بتهاجم حرفيا، يعني حتى الاثنين بيلعبوا جنبه والاثنين بيهاجموا ومساهماتهم الدفاعيه مش كبيره. فهنا لو اللعيب الستة ده مش لعيب تقيل يعني طب انت هيكشفوا. شايف مين احسن منه تاني غير في لعيبه كتير احسن منه، يعني كستة ممكن نقول لو هنصنف ان بوسكيتس 6 نقدر نقول ان كازيميرو احسن. ماشي. نسخه كانتي مع تشيلسي احسن. ماشي. آه ديانج. طب في اسبانيا بس في اسبانيا بس دوري اسباني هيقول لك يا راميندي بقى، ما خلاص ما يعني لا انا في حد ما عايز يقوله بس هو مش هو اكيد هيقول رودري احسن منه صح؟ رودري احسن منه طبعا. طبعا. ليه بقى؟ ليه رودري احسن منه؟ عشان رودري قدر. انا بشوف رودري بشوفه اوفر ريتد اكتر يعني. بشوف عامه رودري اوفر ريتد انت لا انت هتيجي بقى تقف هنا انت والله جنب العظيم ايه؟ والله العظيم والله. اطلع خش بعديهم بقى. لا يعني Overrated؟ هقول لك اوفر ريتد على اساس ايه؟ حرام ان ده يكون السته اللي خد بالون دور من وجهه نظري. لا دي قصه ثانيه يعني. دي هو ده قصه اوفر ثانيه. ريتد. انا ما بقولش ان هو هو وحش. قدر ياخدها في انا بقول لك competition ان صعب قصاد فينيسيوس. عارف انت رودري من الناس. انا قلتها عند مع مهدي برضه. من كتر ما هو كان اندر ريتد راحت الناحيه الثانيه بقى اوفر ريتد بالنسبه لي. ماشي بس هو مش ذنبه ان هو خد بالون دور. ماشي بس هو لعيب جامد. لعيب جامد. بس هو مش overrated. احسن من بوسكيتس ومش بالنسبه لي مش لعيب بالون دور. ورجله على الجون احسن من بوسكيتس. لا هو مش لعيب مش- هو مش لعيب بالون دور كده كده يعني. مش مطلوب منه يكون رجله على الجون حلو. عامه المركز ده مش مركز مطلوب منه يجيب اجوان. يعني انت قلت كازيميرو اعلى وكانتي وكانتي ومين تاني؟ حسبت كروس كمان كده في النص. لا بس كروس مش لعب مش موسمين ستة. ماشي. مش 6 بس هو قريب من مركزه، يعني نقدر نقول ان كروس. طب انت معلش انا اسف، انت بتصنفه في الحته دي عشان هو لعيب ما كانش بيقطع، يعني انت شايفه ان هو لعيب كوير اكتر من ان هو لعيب بيقطع كوره، هو بيعرف يطلع، ولا هو ما بيعرفش يعمل الاثنين اصلا؟ هو بيعرف يطلع بالكوره كويس، بس مش شايف ان هو ينفع يبقى مثلا يعني بدنيا مش احسن حاجه. هو- جري لا. عشان رفيع يعني. انت بتقيم الناس هو بيبقى البدني ما كانش بيقدر يدي ال 90 بنفس الريتم. كان بيلعب على طول كل الماتشات. ده اكتر واحد عمر. كانش أكتر مريح. واحد عمر في تشافي بوسكيتس وانيستا. ما هو كانش بوسكيتس. بيقدر يدي نفس الريتم بتاعي. انا اقدر اشوف مثلا بيدري احسن منه دلوقتي. هو مش نفس المركز يعني قوي حتى جافي ممكن يكون. لا يا عم لا 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 دي جامده دي جامده قوي ده يا محمد. لا 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 جافي احسن من بوسكيتس يا عم حرام عليك والله. انا شايف انه لعيب مستواه
ما كانش ده أنت يعتقد إنه تنزل- يلعب في برشلونه، لا بص اصلا ما يلعبش برشلونه. ما يشيلش نص ملعب برشلونه الفتره دي ما كلها. هو شال، هو شال انت يعني هو شال. الفرقه هي اللي كانت بتشيله، يعني لو لا يعني لو حسبناها على هو مركز، انت عارف يعني المركز ده مهم لدرجه فعلا ما بتاخدش حقها. المركز ده صح. لو اللعيب اللي عندك في المركز ده ضعيف قادر ان هو يوقع الفرقه صح. كلها. صح. فمستحيل تكون شايف ان الفرقه هي اللي شايلاه، ده مركز يعني مش ما هو مثلا العكس مركز اللي ممكن بيحصل، يعدي. آه. بالظبط. يبقى لو حسبناها كده يبقى اعتقد ان 2020 2021 جورجينيو كان يستحق ياخد البالون دور. ماشي عامه تايم كده ماشي ماشي. نرفع احنا الثلاثه مع بعض. انا ماشي يلا ماشي 1 2 3. انت الوحيد اللي قلت بتكلم آه. بجد. انا حاسس قلت على كله كداب النهارده، بس مش قادر اصدق بتقول في حاجات في النص مش قادر اصدقها. خافي لا احسن من بس عامه بوسكيتس. عامه اقول لك على حاجه، هو بيهزر. بيكذب يعني. لا مش بلاش اقول بيكذب، الراجل ده راجل جميل، الراجل ده بيهزر. اصل خافي دي مستحيله. شكرا. ماشي يا كابتن عمر. عمر مرموش حبيبي جاني جاني. حب جاني. الحب جاي. هتقعد في سيتي ولا ماشي؟ هروح روم فرصه اكتر. حلو، فرصه برضه اخد طريق صلاح برضه. فارس فارس سكر. لا ما انا مرموش اسف بقى. انا اسف ماشي. 22 سنه. ماشي. ماشي. محمد ابراهيم احسن بلاي ميكر في تاريخ مصر اخر 15 سنه. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي طبعا. يا باشا اجدع ناس. بتشجع مين بره الزمالك؟ ارسنال. محمد ابراهيم احسن بلاي ميكر اخر 15 15 سنه. من كام لكام معلش عشان انا يعني مثلا ممكن 2010. اقول لك انا حبيته ليه اصلا. ايه؟ ممكن اقول لك انا ليه حبيته كأس اصلا. العالم. لا ما انت هتقول لي، بس هو يعني قول لي بس من 2010 لحد النهارده مثلا. لحد لا النهارده ايه؟ الراجل مبطل كوره من 2020 تقريبا. ماشي. آه لا هو من ساعة- مبطل كوره من 2016. لا بس كمل يعني. بعد الاصابه يعني. بعد اصابه ماتش هي سان فعلا داونز وهو الاصابه مبطل. اثرت كتير قوي. ما انا معاك، انا ده من من الحاجات اللي هي عطلته جامد. هو كان فعلا كان زمانك مقتنع برايي من غير ما اتكلم لو هو ما اتصابش اصلا. لا هو لعيب جامد طبعا. لعيب جامد قوي كجوده. فانا اصلا بدات اتفرج على كوره يعتبر في 2010 مع جدي ماشي. الله يرحمه. كنت يرحمه. اتفرج على كاس عالم الشباب ده شباب. بالصدفه يعني 2011 اصلا يعني بالصدفه. ده بدايتي التفرج على الكوره. مم. فمحمد ابراهيم اصلا كان مش طبيعي يعني. مم. احنا طلعنا 7 نقط تقريبا وتاني، والراجل كان مين اللي كان بيدرب المنتخب؟ لا مش عارف بقى، انا كنتش كمل. كان صلاح وحجازي وحسين السيد شوقي. والجيل ده انا عارفه يعني. لا دي السيد فهو الراجل ده كان بيكلم كوره، كان اعلى من صلاح حتى يعني. هو كان نجم في وقتها الفرقة. ماشي. انا وقتها. هقول لك حاجه. انت لو كنت قلت كان ممكن يبقى احسن، وانا ما بحبش جو كان ممكن ده. هو كنت ممكن كمسيره اصدقها بس لا هو- انا معاك، هو كمسيره اكيد مش احسن. طب هو اعلى من مين؟ يعني اعلى من عبد الله السعيد واعلى صالح. من صالح جمعه وقفشه. ابو تريكه لسه ما لحقوش يعني. ابو تريكه بيخلص كوره ما لا لحقوش يا ولو لحقوا لا يعني. يا عم هو لا، مش هو مشكله ان ولو هو ما لحقوا. لحقوش يعني. ولو لحقوش. لحقوا يعني ولو لحقوا. يعني انا قلت اخر 15 سنه ابو تريكه لا كان ما بيعتزل. يعني ما تحطش ابو تريكه في الموضوع خلاص. انت قلت عبد هو الله كان السعيد بيعتزل اصلا. ايه؟ ابو تريكه كان بيعتزل خلاص. لا ما هو هو بيعتزل هيبقى احسن منه كده كده. يعني اسمع علينا ماشي يعني، خرجنا من وكان الحته بيعتزل دي. برجل يعني انت ما قلت لحقوش يعصروا بعض. ماشي هو احسن من عبد الله، احسن من عبد الله، احسن من صالح جمعه، احسن من صالح جمعه، احسن من قفشه. احسن أحسن في منهم مقارنه كإيه؟ بينه وبين قفشه. لا انا بسالك انت لا قول. دي مفيش مقارنه اصلا. ماشي. احسن منهم كايه؟ احسن من عبد الله السعيد. عبد الله السعيد احسن كاستمراريه. احسن من ناصر ماهر. طبعا. اوكي لا بس انت هو ما شافش لا، لا، اكيد لا. عبد الله السعيد في الاسماعيلي. ماشي بس هو لا، شافه شفت شافه عبد- حلو، شافه مع شفت الاهلي كفاية وشافه يعني. مع بيراميدز عبد الله وشافه مع السعيد منتخب راجل مصر. لعيب كويس كاستمراريه كموظف. هو مين ده؟ عبد الله السعيد. موظف. عبد الله السعيد يعني عايش حياته للكوره. ماشي. بيصحى يفطر. لا سيبك من الأكل الصحي سيبك بتاعه. من الحته دي. هو في ايه يا الملعب. عم ايه جو موظف في ده؟ الملعب. لا قصدي ان هو المنتاليتي بتاعت عبد الله انت السعيد بتتكلم أحسن. موهبه. دي حاجه تحسب له. اكيد احسن كمنتاليتي، احسن كاستمراريه. انما محمد ابراهيم احسن كمتعه. اللعيب يمتعك بالكوره بجد، هو مش طبيعي يعني. انت بتتفرج كوره بره صح؟ اه حضرت حاتم بن عرفه؟ لا عارفه في نيوكاسل بس ما حضرتوش. يعني انا ماشي. كنت ساعتها اكيد شايف له فيديوهات يعني. مهاري لدرجه مش أكيد، طبيعيه ما- صح؟ انا سمعت مهاري اكتر من لعيبه كتير قوي صح؟ هل ده معناه ان هو احسن صانع العاب بيروح الدوري الانجليزي مثلا؟ ممكن حد يقول كده رايه. انا شايف ماشي إن هو انا مش محمد إبراهيم بحاول الغي أصلاً يا عم رايك. انت رايك محترم ايوه والله. انا مش بحاول الغي رايك، انا بس بحاول اسالك حاجه. يعني هل المهاره، انا معاك ان هو مهاري قوي، المهارة وإن هو في جزء من المنتخب كان ممكن في ساعتها يبان لو انت بتتفرج وما تعرفش ايه اللي هيحصل بعد كاس العالم الشباب، ممكن ساعتها كنت تقول هيبقى احسن من صلاح. انا معاك ماشي. ساعتها. طب احنا ممكن نكمل باقي يعني. ماشي. في ايه عبد الله الباقي؟ السعيد. ماشي كمل. ناصر ماهر يعني. ناصر ماهر عزه في سموحه مثلا، في الاهلي مفيش. مم. هو جه مع موسيماني قعد دكه تقريبا، صح. ما عملش حاجه. ماشي. مع الزمالك دلوقتي هو لسه بيشم نفسه وعادي، مش سوبر يعني. راجل لا يرتقي انه يروح بس المنتخب. هو كل يعني ما لعيب كويس عنده بس, كوره. بس هو اللي منور في الزمالك بقاله فتره. يعني هو من هو- ساعه ما دخل الزمالك هو هو احسن لعيب منور. احسن الوحشين. انما ماشي. مفيش الفرقه ما فيهاش. طب انا هسالك سؤال كمان. لسه. عبد الله السعيد بعيدا عن ان هو راجل عبد الله السعيد بياكل كاس. وبيشرب كويس وبينام بدري والكلام هو ده حاجه موظف حلوه. جامد ماشي. حاجه حلوه. الراجل مش- هو مش بيلعب عيب. في الملعب
من ايام الاسماعيلي وهو لعيب بيقدر يشوط ما من كنتش بتابعه بره. في الاسماعيلي قوي يعني. ماشي في لما راح و- الاهلي وبعد كده لما راح بيراميدز والزمالك ومع دلوقتي المنتخب ماشي. لعيب بيقدر يلعب انا بميل للعاطفه اكتر يعني. عبد الله السعيد اصلا ما عندوش مشاعر يعني. هو يقول لك انا لا بحب انت كل ماشي الناس. انا لا بتكلم على- الكلام ده وانت بتجوز بنتك يعني كان بجد والله العاطفه دي سياسيك بس افهمني. يعني مثلا انا مش عارف افهمك ازاي، بس لا. انا قصدي ان هو انت على انا فكرة طالع انا فاهمك والله والله العظيم. يعني مثلا انت لما بدات تتفرج على الكوره في لعيب علق معاك، صح. انا مقتنع ان الراجل ده مش طبيعي. بس يعني اقول لك هو حاجه، في لعيب كان لولا اسمه عمرو العقلية سمكه في بتاعته- الاهلي. ايوه في لعيب كان اسمه عمرو سمكه في الاهلي. عمرو سماكه. اللعيب ده كان حريف جدا، عنده بقى ما كانش عندي ناس كتير جدا، بس اللي انا شفت منه ايه؟ مفيش. دي حقيقة. في لعيبه كتير انا عارف ان هم عندهم بس ما طلعش منهم. انا هقيم اللعيب باللي هو- طلع هو منه طلع ولا منه. بنيته. هو طلع منه لغايه 2020 كان في ما طلعش كورة. منه يعني والله. كل موسم محمد ابراهيم ما بيقلش عن 14 تقريبا مساهمه. لا معلش بقى، معلش ثانيه واحده، انا ممكن 10 بس 11 حاول مساهمة. هنعلق رهان قدام الناس تمام ان هو ما يعني الرقم ده ما بيحصلش كل سنه وما مستحيل حصلش في يكون مسيرته الا مره ومرتين. 10 مساهمات كل موسم انت قلت من 2010 ل 2020 صح؟ تقريبا 2019 يعني بعد ده- كده راح ده- المقص ده عمل موسم بيشمل- كويس ده- جدا على فكره. انت زملكاوي صح؟ اه ده بيشمل شيكابالا؟ لا شيكابالا هيقول لك ممكن بلاي له ميكر. جناح، اه وغير كده شيكابالا مع يعني جناح اصلا. بس انا بحس اصلا اللعيبه اللي بتبقى مسيرتها عامله كده وهي حريفه للدرجه دي، بحس اللي هو يعني يعني يا ريتك يا ابني كنت عملت. أيوة فاهم صح، قصدي؟ صح. مش اللي هو ده اعظم يعني نفس الحاجه. مثلا هقول لك يعني اسكو مثلا كده كده عمل آه. مسيره حلوه، بس كان ممكن يبقى احسن صح. بمراحل كان الموهبه اللي معاه. فاهم صح. قصدي؟ لعيبه تانية كتير فاهم. فانا شايف فاهمك. انسو فاتي مثلا برضو في الناس أنسو فاتي كانت ما لحقش ما اصلا. لحقش، بس حالياً. أنسو فاتي عنده 20 سنه دلوقتي بس الناس كانت وخلص. شايفه ان هو صح. كان هيبقى ميسي الجديد وخد رقم ميسي، أيوة. وكانت في ناس بتتكلم ماشي. عليه بيشعروا يعني. نرفع احنا 3 مرات كده كده طيب. 1 2 3. هو انت ايه بتستنى يعني اوكي مش هيبقى زيك تاني. ماشي. انا قلت كداب على تقريبا كلهم ما عدا واحد، بس انا برضو مش قادر اصدق. اوكي انا كده كده خسرت. انا بص صدقك ما تخيبش املي فيك. انا كده كده خسرت. عارف ليه؟ لان هو مستحيل يكون كلهم كدابين. بس انا كل راي بسمعه بحس ان هو مستحيل. يا جدعان ايه ده؟ لا انت بص له بصه كده تعرف هو راجل يا باشا. نورتنا حبيبي والله. شكرا حبيب قلبي. انا محمد عاطف ورايي ان لا على طول لا كده لا ايه يا عم؟ لا ما تمام. تدخلناش في الموضوع. ده عندك كام سنه وبتشجع مين؟ انا عندي 24 سنه بشجع ليفربول والاهلي. شكل الراي مرعب. انت هتموت وتطلعه، هتموت وتخلص ده منه. انت حافظه جدا. كابتن حسام حسن هيكرر نفس كابتن نفس انجاز كابتن حسن شحاته التري بيت. ده توقع مش راي. ده توقع. رأي. لا ما انا فاهم انت قلت ايه بس يعني هو اتصدم. لا يا مش يعني يا رب والله بس يا رب. بس اه ليه؟ والله ليه؟ يا رب بجد. اللي انت شفته من العميد ان احنا هنعمل الحلقه دي هتنزل قبل ما نكسب البطوله صح؟ لا هو عامه الحلقه دي متصوره قبل نص النهائي. حلو. ف لو كسبنا يا جماعه البطوله دي ان شاء الله يبقى الراجل ده بيتكلم صح وهناخد 2 اللي بعديهم ان شاء الله. بالظبط. خير يعني. هي الفكره بس ان في بطولتين، واحده السنه الجايه وواحده السنه اللي بعدها. صح 27 و 28. فالفكره كلها ان انا يعني لو كسب واحده يكسب الاثنين التانيين. لا مش الفكره. ورا الفكره بعض. ان انا شايف ان مفيش منتخب اجمد مننا دلوقتي نخاف منه غير السنغال. ثانيه اجمد كجوده لعيبه ولا كفرقه بتلعب ازاي؟ كفرقه ننزل الملعب 11 و11 نخاف منه. كلاحه. يعني احنا عشان هم كعبهم عالي انا اصلا مش مؤخراً. شايف ان احنا منتخبنا دلوقتي كده. احنا كوت ديفوار يعني الماتش اللي فات احنا لاعبين عليه، يعني احنا لعبنا عليه. لعبنا ماتش حلو يعني عرفنا نلعب حلو بس لعبنا عليهم ازاي؟ بس ده انا مش فاهم. ما لعبناش عليهم. لعبت حلو ان هم انت وصلت على الجون عندهم هم ما وصلوش على الجون عندك. يعني انت لما بتاخد الكوره انت مش راصص 11 ورا زي زمان وخلاص بنوصل الكوره لصلاح وخلاص. انا بالنسبه لي العب كوره يعني ايه؟ يعني انا لما اخد الكوره تمام الفرقه اللي قدامي ترجع تدافع في نص ملعبها فانا ابدا انقل عليها واخلق فرصه. هل احنا كنا بنعمل كده؟ هل احنا نعرف نعمل كده؟ الله ما انت اللي قلت لا، احنا والله ما انت بتقول بنتكلمش أقوى وبنلعب مش وعملنا كلاحة. عليهم ماتش. انت عندك جوده. انا باخد الكوره بحاول ان انا العبها في المساحه الحق اخطف جول وعشان ارجع اقف ورا تاني. هو ده اللي انا بعمله وده مش يعني دي امكانيات. بس انت بتقول احنا عملنا عليهم ماتش دي انا مسكتهم قطعتهم كوره اديتهم عليك الكوره. هل ده حصل؟ طب مش ماشي، وجهة نظرك. مش شايف ان في نواقص في الفرقه دي الحاليه مقارنه بالجيل اللي فات؟ ما الفكره يعني انت ما عندكش مثلا حارس مرمى، ما عندكش مهاجم. هل ده يعني هتعرف مش حارس تقرر؟ مرمى. يا عم سيبني انا اقول مالكش انت دعوه. طيب ماشي. انت ما عندكش حارس مرمى كويس ولا عندك مهاجم. انت هل اصلا الطريقه مش شايف اللي- مصطفى يعني محمد مهاجم كويس؟ هو بيلعبوش هو ولا غير الطريقه ان هو ما اللي بيلعبوش. الطريقه اللي هو بيلعب بيها هي مش محتاج مهاجم. هو بيلعب مرموش وصلاح وتحتيهم مروان امام عاشور. انا عايز اعرف يعني عمر منتخب الفكر. مصر ما وصل بعيد من غير الحاجات دي. فازاي انت بتقارن او بتقول ان اللي هيحصل قبل كده هيحصل تاني؟ يعني هو يعني من ناحيه حارس المرمى وان شاء الله من البطوله الجايه لاعب كبير.
لا يعني انا شايف ان منتخب مصر لو نزل لاعب اي فرقه من كبارات القاره، نيجيريا والجزائر يعني احنا ندعك نيجيريا. نيجيريا دي رعب يعني احنا ندعك نيجيريا لو عدنا. احنا دلوقتي دلوقتي ده لو النهارده يعني اللي هو النهارده اوكي. نكسب اي حد الا السنغال. انا شايف من وجهه نظري ان دي من اكتر النسخ كاس الامم اللي فيها جوده. ده اللي شايف ان المغرب قويه قوي. انا عارف ان كان في فرقه قويه زمان، شايف ان المغرب قويه قوي، نيجيريا مرعبه، السنغال، الجزائر انا عارف الناس ما كانتش مبسوطه بيهم بس برضه فرقه قويه. السنغال قويه قوي قوي يعني. كوت ديفوار عندها لعيبه جامده. كوت ديفوار عامه الكونجو خرجت بعيد عن اللي احنا عملناه فيهم. الجيل ده في كوت ديفوار اقوى من الجيل بتاع النسخه بتاع 23 اللي خدوها. والله انا شايف كده الفكره انت فرقه قويه زي كوت ديفوار. ايوه انا بدافع عنها كويس. انا قصدي مصر انت بتدافع يا جدعان. احنا في فرق كتير حلوه في افريقيا قوي يعني. انا حاسس بالعكس في توازن يعني. نيجيريا قويه قوي اكتر من اي نسخه انا شفناها بس قبل كده. متضايق من فكره ان انتوا حاطين مثلا طريقه لعب كابتن حسام حسن زي لا يا طريقة باشا، لعب ما الكوبا. حصلش مش حاطط اي حاجه. انت انت اللي اللي اتكلمت على طريقه اللعب. دعوه. ما حدش فينا قال اي حاجه. اديتهم انا فعلا شايف طريقه لعب. انا شايف طريقه لعب برضه. ما حدش شايفين طريقه لعب. احنا شايفين طريقة لعب طبعاً. الراجل بيدافع وبيلعب على قد امكانياته وبيلعب هجمه مرتده. ما دي طريقه لعب. انت ضد كوت ديفوار لعب ب7 لعيبه دفاعيه يعني. لعب ب5 ورا ولعب لا هو احنا كنا بنلعب 5-5 يعني 5-5-0 واحنا بندافع يعني. هو الفرقه كلها كانت تحت وده عادي على فكره. وعادي بالعكس انا شايف ان هي خطه حلوه. بالظبط. خطه حلوه جدا. وانت بتهاجم عندك حاجات بتطلع عليها بس انا ما اديتهمش علق الكوره يعني. انا ما مسكتش مثلا كوت ديفوار اديتهم علق الكوره في الماتش مش بس عرفت اكسب وقفت صح. لا هقول لك حاجه نفسي من فرص ودي حاجه كويسه جدا برضه. عامه فعلا مصر تقريبا ما دخل وانا مش قادر اتذكر يعني في البطوله دي ما دخلش فينا جوان غير تقريبا من كور ثابته او من جوان تخبيط يعني. ما تلعبش عليك جمل. ايوه يعني انت عارف تتكلم. بس ماتش زيمبابوي ماتش زيمبابوي بس والتكتيك بتاعنا واحنا بندافع ما كانش انت راصص 11 لا مش 11 في ضغط جامد في الفرقه بتاعها في خطه. في عماد هيستلم الكوره احنا هنطلع عليه ازاي ماشي يعني. انت شايف ان احنا ان شاء الله لو المنتخب الوحيد اللي يقدر يوقفنا في القاره دي هي السنغال يعني. والسنغال ليها حل. لا مش اتكلم بقى المنتخب يعني هم 3 خطوط مثلا في الملعب. خلي بالك الحلقه دي هتنزل بعد الماتش. ايوه لو نزلت بتهاجم جامد ماشي يعني. كلامه منطقي والله. بص انت راجل وطني وبتحب العميل وبتشجع التجربه الوطنيه. فانا انت راجل صح الصح وانا هديك صوتي. فانا هديك صوتي عشان انت راجل متفائل وبتحب المنتخب وبتحب حسام حسن وان شاء الله باذن الله نكسب البطوله وناخد الاثنين. وانا هايدك برضه. طب ليه ما تطلعوا كداب؟ لا انت طلعت. لا مش عارف والله. مش عارف تكمل الاستريك الكذب. هل انا عامل ستريك كذب ابن لذين؟ انا مستحيل انا حرفيا باللي انا عارضه مستحيل. ينفع حد جه قبل كده كله كان كداب؟ لا مستحيل. طب ليه ما اقصى حاجه كان 4 كدابين. طيب ماشي. بس هقول لك حاجه. هل انت متفائل للدرجه دي 3 ورا بعض؟ يعني متفائل ان احنا ممكن نكسب دي. متفائل شويه بس مش متفائل ان احنا ناخد 3 ورا بعض. حاسس لا انت بتكدبوا يعني. الراجل بيتمنى يا عم في ايه؟ لا مش حاسه. انا بتوقع مش بتقول متوقع. مش عارف يا باشا بتتكلم جد برضه يعني. والله ما خساره فيك. هقول كذاب مش خساره فيكم انتوا تكسبوا. انا قلت بتكلم بجد. الراجل الزملكاوي بتاع موسيماني. الراجل الزملكاوي بتاع موسيماني. بتتكلم جد ولا بتحور؟ بتكلم بجد. انا قلت بتكلم بجد. هاني يا عم ده اللي حلو. ده اللي ما انت راجل حلو يعني. راجل حلو وانت برضه معلش علوي يعني. انت بتكذب الراجل هو حلو علوي. انا مش قادر اصدق. لو طيب قوي كده. يعني انت فعلا شايف موسيماني احسن من مانويل جوزيه ومن كولر بناء على البوينتس اللي انا حاططها في دماغي هي وجهات نظر. يا باشا وجهه نظر. هي وجهه نظر تحترم كده. مبروك النقط. الحمد لله شكرا. ماشي. انت قلت ايرلينج هالاند احسن 9 في تاريخ الكوره كلها. عموما انا كلنا قلنا كذاب. وانا مبسوط ان كل مره اجي الحلقه الاقيك اعرف اوقعك وانا فعلا بقول الحقيقه. لا انت فعلا شايف كده؟ شايف ان هالاند النهارده قلت لك ان هو بيتكلم بجد بعدها. ايوه عامه انا برضو قلت حاسه بيتكلم هو واضح انه مقتنع برايه بس انا مش قادر اقول ان هو يعني بيتكلم جد. هو ممكن انت ميال زي ما قلت للعاطفه بس هو هالاند انت مش هتلاقي واحد انت ما شفتش في اخر 10 سنين واحد زيه بجد. ماشي وجهه نظر محترم طبعا يعني. تحترم كده. المهم ان ما حدش خد نقطه على ماشي شكرا. كاره كلوب. ده انت فوزي. انا حاسك فعلا كارهه واحنا اتغفلنا. اكيد كداب يعني. ايوه بقى يعني امبارح احسن منه. ايوه بقى. على فكره انا وقعت لما قلت له عد لي ال10. انا لما انت قلت لي عد لي 10 ما قلتش 10 اقول لك حاجه قبل ال10 انا كنت مصدقك
لحد ما قلت اوناي امري ولويس انريكي والاخوين ولويس- سيميوني ما والاخوين لقيتش حد اصلا، ما لقيتش حد عده. ماشي يا كابتن يوسف. كنت لسه اقول لكم اسامه البدري فوز. كويس ان احنا لحقناك بقى. ماشي يا فوز، شكرا على النقطه يا فوز. شكرا. الكابتن رضون انت غلطتني خلاص. كابتن ديانج بوندو انت- عاشق ديانج. ديانج انت بتتكلم بتحور بجد صح؟ ولا بتحور؟ انا بحاور طبعا. لا اول حاجه انت اكتر حد يبان عليه ان هو بيحاور، بس دي حاجه حلوه معناها ان انت الحمد الناس لله. تصدقك، انت ما بتعرفش تكذب. انت واخد السكريبت من على الباب هنا. انتوا الاثنين قلتوا صح وانا قلت غلط، بس انا قلتها غلط عندنا فيهم. ليه؟ لا هو عندنا في يعني عشان حاجه مختلفه، بس انا 100% انت حافظ يا معلم، واضحه قوي انت قلتها، بس عندنا في يعني قلت اغير يعني. ماشي يا كابتن بوندو. مين احسن سته في تاريخ الاهلي طيب؟ حسام عاشور طبعا. قول شاوي. انت فكرنا بالراي، قولوا انت تاني. سيرجيو بوسكيتس اكتر لعيب اوفر ريتد في التاريخ. ماشي يا عمر، بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ والنبي قول ان انت بتحور. انت عايز تسمعني بقول بحور؟ أهي. لا قول الحقيقه. انا كنت بتكلم جد. انت عارف كنت باين قوي. باين ايه يا ايوه عم؟ باين. ده رايي بذمتك اكتر لعيب اوفر ريتد. قصه ان السته مش مطالب منه يطلع ويجيب اجوان دي حاجه قديمه قوي. عامة يا جماعه اي حد يشتم الراجل ده يعني الراجل مش مسامحه عامة، محدش يشتم حد، محدش يشتم ماشي حد. يا كابتن عمر، شكرا. شكرا على النقطه. رايي ان محمد ابراهيم احسن بلاي ميكر في تاريخ مصر اخر 15 سنه. ماشي يا كابتن فارس. ماشي ده الراي اللي انت قلته. ماشي انا ما اشتريتش كده انت الوحيد اللي قلت بيتكلم بجد، وانا ما اشتريتش برضه. يبقى انت الوحيد اللي قلت بيتكلم بجد. يلا قول لهم يلا هم صح وانا غلط. هم صح. يعني عبد الله سيد احسن منه طبعا. خلاص يا جماعه، الراجل يا جماعه عبد الله سعيد مش موظف بقى. ظلمت على الراجل، فكره هو مش قاعد- بينام بدري بقى والحاجات الحلوه دي. هو خدك على جنب وقعد يهري معاك كتير. خدك أيوة. على جنب الصراحه. ماشي يا عم. بس هقول لك حاجه والله كان نفسي تكسب النهارده عشان انت قعدت تقول في الاول ما تكسبش. لا انا ما بكسبش فعلا، دي بس انا حقيقه. بدات اصدقك ان انت ما تكسبش. انا عامل انبيتي في انت عامل ستريك العكس. غالبا انت كده متقدم عليا، لو اللي جايه اختلفنا انت عادل. انا معايا 4 انت معاك كام؟ انا غلطت في واحده. انت شايف ان كابتن حسام حسن هيعيد اللي كابتن حسن شحاته عمله وياخد 3 4؟ بس قبل ما تقول، بس انت بتكذب ولا بتتكلم بجد؟ افتكر ان في مصر ومنتخب مصر وفي روح معنويه جايه في الطريق. بس افتكر ان كلامك ممكن ياصر في اللعيبه. بالظبط كده، ويأثر في الناس. ممكن ياثر في اللعيبه. كان اثر اللعيبه. ممكن والله مش شرط، ممكن هم قاعدين في تغازوت يتفرجوا على الحلقه. انا اعتقد ان هو بيحاول. هم مشوا انت. انا بحاول. ماشي جامد. يعني ان شاء الله انا بقيم الناس بالعاطفه، اقسم بالله مش اللي هم بيقولوه والله كده زي العظيم. بعض برضه. انا قلت إن هو جبته؟ بيكذب. جبت. يبقى انت اللي كسبت. ماشي عادي، يبقى انا اللي كسبت يا باشا. يبقى يا جماعه الراجل صاحب التحدي هو اللي كسب، وفعلا ما طلعش غريب في بيته. اقول لك حاجه بجد، انا زيك عامه ما بكسبش خالص. حلو خالص. ادي كسبت اهو، فاديني عشان انا موجود. انت جيت عشان يعني ده يوريك ان انا حظي ادي يا باشا احسن منك شويه. لا ده الحمد لله. بس انت كده عامه عملت اداء جامد قوي. لا انا انبسطت والله، الشباب والله جمال وانا بقيت اتحمس لارائهم لدرجه ان انا بقول لك انا بقيت اتعامل معاهم بالعاطفه يعني. ايوه دي حقيقة. انا انبسطت جدا والله. ايه اغرب راي سمعتوه النهارده؟ هو بتاع انا كلوب وبوسكيتس الاثنين الصراحه يعني. لا وديانج برضه. والله كلهم. لا ديانج فيها يعني، بس لا هو فعلا كلوب وبوسكيتس دول كانوا، وهالاند والله كمان يعني. هالاند برضه موضوع صعب قوي يعني. عامه انتوا برضو اكتبوا لنا في الكومنتات جبتوا كام واحد صح انتوا بتلعبوا معانا، وايه اغرب راي سمعتوه النهارده. نشوفكم في حلقه جايه. سلام.